مرحبا يا حلوين، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم تحضرونا اليوم الفيديو مصورت لكم هيك نزلناها على الغور وعلى البحر الميت، بس نزلناها هيك مسويات يعني. فحبيت أصور لكم الطريق كيف كانت. الطريق كانت كتير حلوة، كلها شجر، وحبيت إني أشارككم هاي الفيديوهات. ما صورت صدقا القعدة لأنها كانت قعدة عائلية قبل سفر فيرمان جوز أختي. تمام. للي ما بيعرف، جوز أختي تركي، فكان موجود عنا. إجت أختي عنا وهو رح يسافر ويرجع بعد فترة. تمام. وهون زي ما قلت لكم حبيت أفرجيكم الطريق كيف كانت. الطريق كانت حلوة والجو هادي ورايق، وكانت تقريبا الساعة ما بين الخمسة والستة هيك نزلنا على البراد يعني، لأنه بهذا الجو الحامي ما بيزبط الواحد يروح فيه على أماكن حامية، فاستنى إن الجو يبرد شوي ونزلنا. حبيت أفرجيكم الأماكن، بس بصراحة ما صورت لكم لا القعدة ولا هيك أجواءنا، لأنه بصراحة احترمت خصوصية الباقي، فهمتوا علي؟ ففي جزء من العيلة ما بتحب السوشيال ميديا وإنهم يبينوا على القناة وهيك، فعشان هيك وبس. هاي هي أجواءنا وهذا مشوارنا. حبيت أفرجيكم الطريق وخلينا نشوف شو رح نعمل بالفيديو بعد هيك. وهون شفت غنم على الطريق، حبيت أصوره. كوننا مقبلين على عيد الأضحى قلت خلينا نبلش أجواءنا من هلأ بالقناة ونصور الشغلات هاي، فحبيت أضيفه بالفيديو وخلينا نشوف شو رح نعمل بباقي الفيديو. صباح الخير يا حلوين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم تحضرونا اليوم إن شاء الله هو يوم الجمعة. وفيرمان مسافر، وشو اسمه أهم إشي، وفيرمان مسافر اليوم، فحبت ماما إنها تعمل له فطور معجنات أو خلية نحل. فعملت هون أشقوان، جبنة أشقوان ويونيوم، تمام، مرتديلا، أوكي. وهون عم تحشي جبنة مثلثات، تعملهم هاي هيك على شكل خلية نحل ضيق، زي ما حكيت لكم على شكل خلية نحل. وهاي التانية رح تحشي فيها الجبنة، تمام، اللي هي جبنة الأشقوان مع المرتديلا. وما بعرف إذا بيضل عجين، أتوقع العجين رح تطلع على القد إن شاء الله. رح أفرجيكم إن شاء الله النتيجة النهائية، وإذا بدكم الطريقة اكتبوا لي بالتعليقات عشان إيش أنزلكم إياها. لا، طريقة العجين نزلناها هي طريقة بمعجنات الزعتر، هي نفس العجين. نفس العجين. نعم. أنا هيك تاكل. أنت بدك تاكل عجين؟ نو بعد ما تنكسر وجعك. وهلا بدنا نحط على العجين بيض، تمام. في ناس بتحط صفار، في ناس بتحط بياض. والله انا شو بحكي لماما، انا مش حاطه لا صفار ولا بياض، انا بحط التنين عادي يعني، نتيجة واحدة. لانه في كتير ناس انا بعرف بيحط صفار، وبعرف ناس تانيين بيحطوا بياض، فليش ادخل بدوامة الصفار والبياض؟ خلص خفقتهم الاثنين مع بعض، اتوقع النتيجة رح تكون مرضية يعني. زي ما انتم شايفين هلا عم بدهن العجينة بالبيض هيك سريع سريع. صح مصطفى؟ قولي صح. صح خالته؟ صح. قول صباح الخير. صباح الخير. كيفكم يا حلوين؟ شو أخبارك؟ قول لهم كيفكم يا حلوين؟ كيفكم يا حلوين؟ وهلا بعد ما حطينا البيض نمسك سمسم محمص او مش محمص، بزبط كمان، صح ماما؟ بزبط على الحالتين. هلا المفروض دي نحط حبة البركة كمان، بس حبة البركة بصراحة خالصة عنا، من الموجود.
وهلا هيك بندخلها الفرن. وهلا هيك بندخلها الفرن. هون عم ماما تحشي الحشوة الثانية اللي هي هون زي ما قلت لكم، اشقوان ومرتديلا. اوكي، وبتسكرها وبتلفها بهاي الطريقة، وبعدين بنحطهم وهيك حتى نخلص الكمية كلها. وهيك صارت الصينية الثانية جاهزة تمام، وبدي ارش عليها سمسم وادخلها على الفرن. وهاي النتيجة النهائية، طلعوا ما احلاها. بس بدك تضلك يعني مراقبتيها منيح عشان ما بتاخد وقت كتير اذا الفرن حامي، يعني تقريبا 10 دقايق بالضبط. وهذا هيك شكل النهائي. خلينا نشوف شو رح نعمل بيومنا، خليكم معنا. وهذا فطورنا المتواضع تمام، هيك صار فطورنا جاهز. هاي البندورة والبصل عشق فيرمان، يعني لفيرمان تمام. وبس. وبعد ما خلصنا فطورنا المتواضع اللي شفتوه، ضبينا أمورنا وجهزنا أمور فيرمان وطلعنا على المطار عشان نلحق نوصله قبل ما تروح عليه الطيارة أكيد. فجهزنا الأمور وطلعنا مع بعض. فحبيت أفرجيكم إنه إحنا طالعين يعني على المطار وأجواءنا وشو رح نعمل، وبس نخلص من المطار إيش رح نعمل بالضبط. ويعني عم بفرجيكم بصراحة يومياتي اللي إيش بعمل أنا بيومي، صح أيلوش؟ فأنا عم بفرجيكم إيش بعمل بيومي بشكل طبيعي تمام. فما حدا يقول لي أنتي مش عم تعمل إشي كذا، لا أنا عم بفرجيكم إيش بعمل بيومي. خلصنا وصلنا فيرمان على المطار، رجعنا دخلنا على كريم هايبر ماركت عشان نشتري كم غرض. فحبيت أفرجيكم يعني هيك نظرة عامة على الأسعار والشغلات. بدي أحكي لكم عن شغلة، كل ما ندخل سوبر ماركت أو أي شيء مصطفى بصير يحكي بالتركي بطريقة يعني بصوت عالي ويلفت انتباهه هيك، والناس كلها بتصير تطلع علينا بشكل غريب. الموضوع كتير بضحك. يعني بتصفوا انه فينا يعني دخلنا بعديها، يعني انا عم بسجل صوت على الفيديو يعني بعد بيومين 3. فدخلنا شركة الكهرباء وهيك، فالناس عم تطلع علينا انه ايش هاد، ايش ماله، كيف بيحكي هيك، فهمتوا علي؟ فضيحة بالسوق. عادي. وشفنا اسعار السمك واخذنا سمك فيليه على فكرة وبس. وهذا هو كان يعني لفتنا المتواضعة في السوبر ماركت. اشترينا كم غرض، بس صدقا انه نسيت اصور لكم ايش اشتريت بالضبط انا واهلي وانا وماما. وبس هلا رح فرجيكم ايش تغدينا بيومها. عملنا مقلوبة، فحبيت أصور لكم المقلوبة وأفرجيكم إياها. ما نزلت الطريقة لأنه عملناها قبل هالمرة على القناة تمام. وبس، ولهون بيكون الفيديو تبعنا خلص. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة إذا مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي عم ننزله. ويلا تصبحوا على خير، باي باي.